السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولى إعدادي، عاملين يا رب تكونوا بخير. أنا معاك مستر أحمد عبد الفتاح، والنهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض محافظة كفر الشيخ 2023، المحافظة رقم 9 يا جماعة. كل المحافظات إن شاء الله هتلاقيها موجودة في القناة بالترتيب. قبل ما نبدأ مننساش يا جماعة كلنا نعمل لايك للفيديو ده، عاوزين نوصل لأكبر عدد من اللايكات، لأن ده اللي بيساعد على انتشار المحتوى بتاعنا وإن هو يوصل لكل الناس اللي في أولى إعدادي. تعال نبدأ بقى عشان منطولش عليك ونشوف أول سؤال معانا. هنا بيقول: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. المعكوس الجمعي للعدد ده جذر 16/25. هو أصلا 16/25 جذرها هتطلع معانا 4/5. احنا عاوزين المعكوس الجمعي، هيبقى -4/5، لأن المعكوس الجمعي بنغير إشارة العدد، يبقى احنا هنختار دي. السؤال التاني بيقول: س أس 5 في س أس 5. في حالة الضرب بنجمع الأسس، يبقى س واحدة أس 10. هنجمع 5 و5 10، لأن في حالة الضرب بتجمع الأسس بكل بساطة كده. السؤال اللي بعده: إذا كانت س أس ص بيساوي 3، المقدار ده كده على بعضه س أس ص بيساوي 3 وعين بيساوي 2، فإن س أس ص كل عين. بص، هنشيل ده ونحط مكانها 3. الكل كده أس عين والعين ب2، يبقى 3 أس 2، يعني 3 في 3، و3 في 3 هتكون ب9، يبقى الإجابة بتاعتنا هتكون 9. السؤال اللي بعده بيقول: إذا كان العدد دهوت بيساوي 6 و4 في 10 أس ن، ده على الصورة القياسية، فإن النون تساوي كام؟ فإحنا هنعد هنا أدي صفر أدي صفر، وعدى العلم هنا يبقى 3، وإحنا بنعد هنا من الشمال لليمين، يبقى بدل ما هي 3 تبقى -3، اللي هي دي. تمام خالص. السؤال اللي بعده هنا بيقول لنا: إذا كان السين أكبر من الصاد، فإن 1/س 1/ص. طيب، احنا لو فرضنا مثلا السين هنا ب5 والصاد دي ب4، فيبقى 1/5 وهنا 1/4. ببساطة كده، مين الأكبر فيهم؟ لا، هيكون الأكبر 1/4، الربع أكبر، فعشان كده تبقى هي دي الأكبر. بعد كده بيقول لي: أكمل ما يلي. رقم 1: 3 - 4، 3 - 3 في 4. العملية دي فيها عمليتين اتنين، ضرب وطرح. نعمل مين الأول يا مستر؟ هنعمل الضرب طبعا، يعني 3 ناقص ونضرب 3 في 4 ب12، 3 - 12 -9، 3 - 12 هيبقى كام؟ -9. السؤال اللي بعده بيقول: مجموع الجذرين التربيعيين للعدد 6 و1/4. هي دي أصلا جذرها ايه 6 و1/4؟ لو جينا حسبناها كده هتبقى 6 و1/4. نضرب كده 6 في 4 ب24، وواحد 25، يبقى دي 25/4. جذر 25 5، وجذر الأربعة 2. طب ده جذر موجب، الجذر السالب هيبقى -5/2. اطرحهم من بعض هيطلع الناتج 0. الجذر التربيعي ليه جذرين، ماشي، واحد موجب واحد سالب، فالموجب هيبقى 5/2 والسالب -5/2. نطرحهم من بعض يدينا كام؟ يدينا 0. رقم 3: الحدث المستحيل يساوي 0 يا جماعة. إذا كان 5 ألف بيساوي 40، ف3 ألف. أول حاجة هنحسب كده قيمة الألف. أنا بقول لك 5 ألف بتساوي 40، فهنا على 5 وهنا على 5، هنشيل دول مع بعض، يبقى الألف هتساوي 40/5 ف8. فهنضرب هنا 3 في 8. ال3 في 8 بكام؟ ب24. 3 في 8 ب24. طيب، رقم 5: إذا كان ألف أس -1 بيساوي 1/3، فإن 1/ألف يساوي ايه؟ 1/ألف يعني انت قلبت ده الكسر ده، يعني هي دي أصلا كده قيمتها، فالكسر هنا هيتغير. يعني دي أصلا كده ألف أس -1، عشان تحول السالب ده الموجب فهتقول 1/ألف. 1/ألف، يبقى انت قلبت الكسر ده، يبقى إذا 1/3 ده هتتقلب، بدل ما هي 3/1، 1/3 تبقى 3/1، يعني فيها التلاتة. طيب، بعد كده هنبدأ نخش يا جماعة الأسئلة المقالية.
اللي هي محتاجة بقى خطوات وكده. يلا بينا. بعد كده يا جماعة وصلنا للسؤال رقم 3 ألف، بيقول أوجد في نون مجموعة حل المعادلة اللي قدامك دي كده. المعادلة بتقول ايه؟ بتقول 3 س زائد 2 س زائد 3 بتساوي 18. بص هنيجي نحسب هنا ازاي. 3 س و2 س هيبقوا هما الاتنين مع بعض كده 5 س زائد 3 بيساوي 18. يبقى احنا جمعنا دول مع بعض الأول كده. هنعدي التلاتة هنا بعكس الإشارة، يبقى 5 س هتساوي 18 ناقص 3. يبقى 5 س 18 ناقص 3 15. نقسم على كام يا جماعة وليه؟ هنقسم على الخمسة هنا والخمسة هنا، دول يروحوا مع بعض، يبقى السين هتساوي 15 على الخمسة فيها 3. يبقى مجموعة الحل هتكون 3. يبقى مجموعة الحل هتكون كام يا جماعة؟ هتكون 3. السؤال اللي بعده رقم باء في نفس السؤال ده بيقول ايه؟ اختصر لأبسط صورة س أس سالب 2. بص كده، س أس سالب 2 في س أس 5 على س أس 3. فهنقول كالآتي. هناخد س واحدة فوق، وعندك 5 ناقص 2 على س أس 3. يبقى س أس 3 وهنا س أس 3. هيديني س واحدة بس اهوت، ونطرح 3 ناقص 3 يديني س أس 0، وأي حاجة أس 0 بواحد. يبقى احنا في الأول جمعنا الأسس دي مع بعضها اهوت، بقت 5 ناقص 2 3، وتحت هنا في 3 اهوت، وبعد كده طرحنا الأسس عشان دي قسمة بقت 0، وأي حاجة أس 0 بإيه؟ بواحد. طب تعال نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعد كده بيقول لي هنا رقم 4 ألف، بيقول أوجد في نون مجموعة حل المتباينة 2 ناقص 2 س أقل من 12. 2 ناقص 2 س أقل من 12. هنعدل الاتنين هنا بعكس الإشارة، يبقى فاضل سالب 2 س أقل من 12 ناقص 2. يبقى سالب 2 س أقل من 12 ناقص 2 10. هنقسم على كام؟ هنقسم على سالب 2. هنا على السالب 2 وهنا على السالب 2، هيروحوا مع بعض طبعا، يبقى فاضلك السين أقل من بص هنا في حاجة مهمة هنا خالص احنا كنا هننساها برضه. ايه هي الحاجة ده يا مستر؟ بص معايا. عند القسم على عدد سالب، عند القسم على عدد سالب، خد بالك كده، علامة التباين دي بتتغير، تبقى كده. هنا السين أكبر من سالب 5. يبقى عند في المتباينات القسمة أو الضرب في عدد سالب تغير علامة التباين، تتغير علامة الايه؟ التباين. فهتبقى بدل ما هي أصغر تبقى أكبر. ونكتب مجموعة الحل بالشكل ده كده. س حيث س ينتمي نون عدد نسبي، والسين أكبر من سالب 5، والسين هتكون يا جماعة أكبر من سالب 5، وده شكل مجموعة الايه؟ الحل. السؤال اللي بعد كده يا جماعة بيقول ما العدد الذي إذا أضيف إلى 3 أمثاله كان الناتج 28. فطبعا أنا مش عارف العدد ده، فالمسائل اللفظية بنعمل فيها فرض، ونفرض أن العدد وليكن اسمه سي. طيب 3 أمثاله أهو، 3 أمثاله هيبقى 3 س. طيب أنا أضيف ديت يعني زائد، يعني أنت هتضيف لي بقى تقول لي هنا س زائد 3 س، هيطلع الناتج كام هنا؟ 28. فالسين و3 س 4 س بيساوي 28. هنقسم على 4 ونقسم على 4، يبقى السين هتساوي 28 على 4 فيها 7.
يبقى إذن العدد هو 7. وتقدر تتأكد لو قلنا العدد 7 وتلات أمثاله، 3 في 7 ب21، هتلاقي الناتج يطلع معاك كام؟ 28. يبقى انت تتأكد من الإجابة بتاعتك عن طريق ان انت تتعود على العدد وتلات أمثاله، هيكون الناتج كام؟ 28. وصلنا للسؤال الخامس رقم أ فيه، بيقول اختصر الأبسط صورة. 5/3 أس 2. 5/3 أس 2 في جذر 1/8/25 في 3/8 أس 0. أول حاجة 5/3 أس 2 يعني 5 في 5 ب25، و3 في 3 ب9. في جذر 81 9 على جذر 25 5 في أي حاجة أس 0 ب1. طب بعد كده هنبسط كالآتي: 9 تروح مع 9، على 5 فالواحد، على 5 فالخمس. هنضرب بقى 5 في 1 يديني كام؟ 5. يبقى هنا الإجابة هتبقى 5 في 1 بكام؟ 5. وممكن تتأكد بالآلة الحاسبة، تعمل كل ده بالآلة، هيطلع معاك الناتج برضو كام؟ 5. وصلنا يا جماعة لآخر مثال معانا في الامتحان بتاع النهاردة. بيقول صندوق به 10 كرات متماثلة، 7 سوداء. احنا عندنا الصندوق اهو فيه 7 سوداء اهو، 7 سوداء ماشي، و8 حمراء، و5 بيضاء. تمام. جمع كل ده، ادي 15 وادي 5 20، يبقى كل الصندوق فيه 20. طيب، سحب الكرة عشوائيا، اوجد احتمال ان تكون الكرة المسحوبة سوداء او حمراء. سوداء 7 وحمراء 8، فانت تقول له 7 زائد 8 على 20، يعني 15 على 20. هنختصر على 5 فال3 على 5 فال4، يبقى 3 على 4. طيب السؤال التاني: احتمال ان تكون الكرة المسحوبة ليست سوداء. ليست سوداء هتسيب لون الاسود خالص، فانت هتاخد ايه بقى؟ هتاخد اللي هو 8 و5 على 20. 8 و5، 5 و8 13 على 20. واخر واحدة: احتمال ان تكون الكرة المسحوبة بيضاء. البيضاء كام يا جماعة؟ 5، والمجموع 20. 5 على 5 فالواحد، على 5 فال4، يبقى ربع. يبقى هنا الناتج هيكون كام؟ ربع. تمام. فبكده يبقى خلصنا المحافظة بتاع النهاردة. استنونا ان شاء الله في المحافظة اللي على الدور، محافظة البحيرة، الفترة اللي جاية ان شاء الله بأمر الله. متنساش بينزل على القناة هنا مراجعات جميلة جدا خاصة بالصف الأول الإعدادي، فتابعنا الفترة اللي جاية هتلاقي كل حاجة جديدة معانا ان شاء الله. مع السلامة.